سمعت عن قرية برخيل في سوهاج اللي بتولع كل يوم بسبب جن يهودي. اعمل لايك وفولو وتعال احكي لك حكاية القرية دي. من كام يوم بدأت بيوت في قرية برخيل مركز البلينة تولع فجأة ومن غير أي مقدمات. نار بتظهر فجأة وتختفي فجأة وتتنقل من بيت لبيت. الناس حاولوا يطفوها لكن بترجع تشتعل تاني. الحماية المدنية جات طفت الحرايق ومشيت. قامت النار مولعة تاني في نفس الأماكن وبشكل أعنف من الأول. الموضوع خرج عن السيطرة. الأهالي نفسهم قالوا في حاجة مش طبيعية. راحوا ناشدوا الأزهر لحد ما جه وفد من مشيخة الأزهر وصل بنفسه. أول ما الوفد دخل القرية النار اشتعلت قدامهم مرتين، وهنا بدأت التفسيرات اللي تخوف. الأزهر ما قدرش يدي سبب منطقي غير احتمال واحد خطير، إن اللي بيولع البلد ده جن سفلي من الحراس اللي بيحرسوا مقبرة آثار قديمة. وتوصلوا لأن في ناس حاولوا يفتحوا المقبرة دي بس فشلوا في صرف الجن، ومن ساعتها وهو بينتقم. الجن ده مش بينصرف لما يقروا عليه قرآن لأنه من أهل الكتاب يهودي، وكل مرة النار تطفي ترجع تولع تاني في مكان تاني. نار من غير مصدر، فجأة تطلع وفجأة تختفي. دي مش أول مرة نسمع عن جن حارس مقابر في الصعيد، بس أول مرة نشوفه بيولع بيوت كتير في قرية كاملة بالشكل ده. تفتكر فعلا ده انتقام من الجن ولا في حاجة تانية ظلم بتحصل في الخفاء؟